دكتور إسلام محمد سعيد، دكتور الآثار المصرية القديمة وعضو اتحاد الأثريين، وحكاية جديدة من حكايات التاريخ. أهلا بكم في سلسلة سلوكيات ملوك مصر القديمة. عزيزي المستمع، سوف نتحدث اليوم عن الملك المستثمر، وهو الملك جد كراع إيسيسي. هذا الملك يعتبر إحدى أهم ملوك الأسرة الخامسة عصر الدولة المصرية القديمة. بدأ رحلته بإرسال عدد من البعثات إلى سيناء ومنطقة وادي الحمامات، واستغلال عدد من المحاجر الواقعة جنوب مصر، علاوة على اهتمامه بقيام عدد من الأنشطة المختلفة التي تضفي على النفس حالة من الترفيه والمرح، بوجود عدد من الأرزان يتمون بعض الألعاب الترفيهية والبهلوانية المختلفة. تم جلبهم بصورة هدايا تقدم إلى الملك من عدد من البلدان في آسيا وأفريقيا، أبرزهم بلاد بونت. علاوة على ذلك نجده اهتم بتشييد عدد من العناصر المعمارية الهامة، أبرزهم هرمه يعرف حاليا بالهرم الشواف، تم العثور عليه عام 1946 من قبل مصلحة الآثار المصرية. علاوة على العثور على عدد من التماثيل المختلفة الخاصة به، كانت تمتلك التصميمات الفنية الفريدة في نوعها، تنوعت ما بين تماثيل بهيئة أبو الهول. بالإضافة إلى ذلك نجده اهتم بجانب آخر، وهو الجانب الأدبي والثقافي، نتيجة تنشئته على تعاليم وتوصيات إحدى أهم حكماء تلك الفترة، وهو الحكيم بتاع حطب، الذي أرسل دعائم للإنسان السوي والمبادئ الاجتماعية المختلفة التي بدورها استطاعت أن تمكنه من إدارة حكم البلاد بصورة مستقيمة، واستطاع أن ينشر مبادئها داخل أجيال الشعب المصري طوال فترة حكمه، اعتمادا على ضرورة طاعة الابن الأبيه، التحذير من الطمع، الحفاظ على النفس من غرور العلم، الاهتمام بشكوى المظلوم. كل ذلك نجد أن الملك استطاع أن يدخل بنهج استثماري في كافة المجالات الحياتية، سواء من الجانب السياسي أو من الجانب المعماري أو من الجانب الترفيهي أو حتى من الجانب المعتمد على العناصر الثقافية والآداب الاجتماعية المختلفة. لذلك استحق أن نطلق عليه صفة المستثمر.